معلش انا اسف بجد، انا بعتذر لاي عروسه فرحها قريب شهر 1 او شهر 2 او شهر 3 ومش هتيجي تاخد حاجتها دلوقتي من ليلي سنتر. استلمنا بجد في الشغل الاخير ده تشكيله روعه، تشكيله تحفه، تستاهل انك تيجي دلوقتي بسرعه ليلي سنتر وتشوفيها بنفسك وتلحقي قبل ما الكميات دي تتنسف في اوردرات وطلبات العرايس لشهر 1 وشهر 2. زي ما متعودين وزي ما قلنا في بدايه 2025 ان كل شويه هيبقى فيه ترندات الشغل الجديد في ليلي سنتر والتفاصيل الحاجات الجديده، الطلبات او الاوردرات اللي الناس بتسال عنها. يعني كل فتره قليله، على عكس نظام الشغل اللي كان في الاول. يعني احنا هنهتم الفتره اللي جايه انه كل كام يوم كده هتلاقي فيه شغل جديد واصل السنتر بالترندات الجديده اللي موجوده في السوق، وكمان الاوردرات او الطلبات للناس، المنتجات يعني اللي الناس بتطلبها تبقى مش متوفره. يعني احنا هنحاول نركز ان دايما اول باول كل الشغل اللي مطلوب يبقى متوفر. طبعا الشغل الاخير اللي وصل النهارده ليلي سنتر، عايز اقول لكم ان الكرتونتين دول ملغمين بكل الطلبات، تفاصيل المنتجات نفسها اللي كانت مطلوبه، وكمان المنتجات اللي طالعه ترند وخد الدنيا. هو شكله غير يا ابني مفيش حاجه. طبعا العرايس اللي فرحها قرب، يعني يا بخت اللي هتيجي تجمع طلباتها اليومين دول، لان اهتمينا في الشغل الاخير نوفر البوكسات المجمعه، اللي هي البوكسات اللي بتبقى فيها لوشنات وبادي سبلاش وهاند كريم، بتبقى مجموعات حلوه خالص وباسعار موفره، بتنفع جدا جدا في طلبات العروسه، وبتنفع لو حد محتاج يجدد ويجيب حاجه تستاهل وبسعر كويس. بوكسات فيكتوريا سيكريت المجمعه اللي بتبقى عباره عن بادي سبلاش ومعاها هاند كريم، او يعني زي مخمريه للجسم، بتبقى حلوه جدا بالروايح مختلفه من فيكتوريا سيكريت. طبعا ليف ان بايو سوفت، زي ما قلنا كتير احنا كنا بنشتغل في اكتر من صنف للليف ان، لكن بايو سوفت بصراحه اثبت وجوده، عليه ريفيوهات حلوه خالص، كل اللي بتطلبه حرفيا بتتبسط بيه، على عكس منتجات تانية بنسمع عنها ريفيوهات مش لطيفه الايام دي. تفاصيل الروج في ساندرا بقى، يعني هو في المجمل عموما متوفر كميه وتشكيله رهيبه من الروج في ليلي سنتر، ولكن شغل ساندرا اللي دايما بنلاقي عليه ريفيوهات عاليه، اللي دايما بيبقى مطلوب، وخصوصا الباليتس اللي بتبقى درجات بنيات كده بيبقى عليها طلب كبير، احنا دايما بنوفرها، وخصوصا الباليت دي الاخيره اللي جت في شغل ساندرا وكررناه اكتر من مره. الشكل الجديد من الليب جلوس ساندرا اللي لسه نازل، كل اللي سالني عن ليب جلوس او الافتارات ساندرا الجديده كلها وصلت في الشغل الاخير. استلمنا بجد في الشغل الاخير ده تشكيله روعه، تشكيله تحفه، تستاهل انك تيجي دلوقتي بسرعه ليلي سنتر وتشوفيها بنفسك وتلحقي قبل ما الكميات دي تتنسف في اوردرات وطلبات العرايس لشهر 1 وشهر 2. عشان مفيش وقت. طبعا انت كنت بتساليني ده ايه؟ ده ماركه مكياج. بصراحه الباليت شكلها تحفه، الواناتها خطيره، تحس ان انا بعملها كانها عيل من عيالي، انا بخاف عليها. بصراحه جاي معاها فرشه خطيره، ناحيه ماسكارا، ناحيه فرشه ماسكارا، وناحيه فرشه تحديد. درجاتها بقى دي الدرجات اللي كانت مطلوبه، يعني دي الدرجات اللي كله بيجي لما بيطلب تحديد في شغله وفي طلباته بيطلب درجات زي كده. يعني هي طبعا الباليت فيها تنوع كبير ودرجات لطيفه، من الحاجات الحلوه اللي وصلت في الشغل الجديد. ايفونا منزله غسول جديد. ايه بقى؟ كريمات نتائج الشعر بتاعت ناشونال ريزلتس بتاعت نتائج الطبيعه، كريمات نتائج الطبيعه اللي كله بيجي يسال على الاكياس وعلى العبوات الكبيره. عارفه اكتر حاجه انا بتعجبني في شغل نتائج الطبيعه انه بيعملوا عبوات باحجام مختلفه، يعني بحيث ان اللي عايز يجرب. تشكيله الارواج والدرجات بتاعت ساندرا الجديد بجد خطيره. هنحاول بسرعه كده نفتح الدرجات الجديده اللي وصلت، يعني بصرف النظر عن التشكيل الموجود بس في درجات كتير وصلت. يعني حتى الناس اللي كانت بتيجي تطلب ليب جلوسات، تنوع الليب جلوس في ليلي سنتر ما بين الليب جلوس الشفاف والليب جلوس الدرجات اللي بتدي بينك. الباليت دي من الليب جلوسات اختراع من ساندرا، اللي هو الليب جلوس الجل اللي بيبقى بيرطب وبينعم الشفايف. الباليت دي اتكررت معانا كتير، يعني دي بيبقى عليها سحب حلو خالص. لو انت بجد محتاجه ليب جلوس جل يبقى اختيارك دي اختيار رهيب.
مين ستار من الماركات الرهيبه في الميك اب عموما، يعني احنا جربنا منه قبل كده كذا باليت وكذا شكل في الروج. يعني حرفيا كل اللي كانت بتاخد الروج بتاع مين ستار كانت بتشكر في استخدامه وفي خاماته وفي الثبات بتاعه. ماركه محترمه، خاماتها رهيبه في الميك اب. حتى الشيدز الجديده، الباليت الجديده اللي نازله خطيره من مين ستار. طبعا دي وصلت في الشغل الجديد، درجاتها تحفه، والباكجنج بتاعها برده جميل، حتى الفرشه بتاعتها رهيبه. كلنا نشرب واحد من كل جديد يتصور. دي دايما لما تيجي شغل اللي هي مناطق شفايف دي بتبقى مطلوبه، يعني بص دي تسميها الاخر سيلفر في العلبه. وصلت شغل العرايس، مجموعات ايفا المجمعه، الباكج الجديد اللي هي بتبقى موفره، بتبقى باكجز مع بعض، ايفوفا وتالا وفيكتوريا سيكريت وكمان ايفا. المجموعات الجديده كلهم روعه، احلى من بعض. كل اللي جت في الفتره الاخيره او طلبت البادي سبلاش اللي هو الدرجات بسن بادي اللي هو عليه الباركود من تحت، بجد تركيزاتهم رهيبه. يعني حتى الروايح اللي هي اتنسفت حاولنا او ركزنا ان احنا في الاوردر الجديد نكرر نفس الروايح اللي كان عليها طلب. كل اللي جه وطلب مساكر مايت سينما، طبعا مسكره ام ان، لو سالتي اي حد هيقول لك مسكره ام ان. مساكر مايت سينما وبالذات في الفتره الاخيره كل الاشكال من مساكر مايت سينما كانت عامله شغل رهيب، عليها سحب حلو، استخدامها رهيب. مساكر سيليكون ما بتهببش، تطويل وتكثيف. اي مسكره واي شكل منهم. في زيارتك اللي جايه لليلي سنتر احنا هنوريكي اشكال الفرش عشان تختاري منهم شكل الفرشه اللي يناسبك، اللي بيديكي طبعا كل فرشه او كل شكل فرشه بيدي تاثير وافكت مختلف وشكل مختلف على الرموش نفسها. بجد منتجات حليب الامارات عامله شغل طحن طحن طحن، بجد مش مخلين العروسه محتاجه اي حاجه. يعني السكرابات الجديده اللي وصلت، سكرابات الجسم والبشره، منتج حليب الامارات. طب بصي، طالما هو منتج حليب الامارات وانت مطمنه، يعني حتى الباكجنج بتاعه تحفه رهيب ومنتج بالحليب، يعني بيفيد تفتيح ويفيد سكراب نظافه وصنفره للجسم، بتدي نظافه رهيبه. يعني حتى القطع اللي وصلت في الشغل الاخير هو يعني هم ما فيهوش اختلاف، هو بيبقى حاجه واحده 250 جرام بس، رهيب امن جدا لبشرتك لجسمك، تفتيح. بص العرايس هتتبسط الفتره اللي جايه. ده اللي بصنف حلو خالص يعني. ايه ده؟ ده ايه في مين؟ بس زبده البيكيني من حليب الامارات متوفره، وزبده البيكيني في منها اشكال، يعني سواء زبده الجسم متوفر منها اشكال كتير، وزبده البيكيني اشكال كتير، سواء اللي طالع جديد اللي هو زبده بيكيني حليب الامارات، او اشكال زبده البيكيني انواع ثانيه هتشوفيها لما تيجي في زيارتك اللي جايه للي سنتر. هنا في ايه؟ اشطوطه ترند بلبن الجديد. طبعا اللي اتظلم في الشغل الاخير، لا مش هقول ان هو اتظلم، يعني احنا جبنا منه عدد ديسات كبير قوي المره دي برضو، سواء رجالي او حريمي. هو اتنسف، هو مش اتظلم المره اللي فاتت، هو اتنسف، يعني هو ما لحقش يدخل السنتر في الاوردر الاخير. خلال اسبوع كان اتنسف. طبعا كل اللي جرب التسترات دي عارف انا بتكلم عن ايه. بجد التستر ده القطعه منه في شنطتك احسن من فلوسها. تسترات ثباتها رهيب، تنوع الروايح فيها سواء الحريمي او الرجالي تحفه. هتيجي في زيارتك اللي جايه مش هتندمي ابدا انك هتاخدي من التسترات دي. والخمسه بكام؟ ببلاش. عايز ايه؟
اوه، الميني برفيومز الجديده، سيل حمراء، وسكاندل اللي كله بيسأل عنها، وسوفاج. تخيلي الثلاثه دول ميني برفيوم وصلوا في الشغل الاخير. ساندرا مظبطانا ومدلعانا في الشغل الاخير الاشكال الجديده من الكونسيلر، يعني كده كده هتلاقي الدرجات سواء فواتح او غمامق. بص الارواج، الدرجات الجديده، الباليتس دي الشغل الحديث، الشغل الجديد بتاع ساندرا اللي بيتنسف اول باول اول ما بيوصل. طبعا الليب جلوسات، البينكات، الفاونديشن الجديد. ساندرا بقت مركزه في الشغل الجديد انها توفر الفاونديشن اللي هو بالالوفيرا، فاونديشن الترطيب، يعني كريم اساس بيدي ترطيب لبشرتك، غير انه بيدي كفرج عالي جدا. لوس باودر الشكل الجديد من ساندرا. كمان من الميني برفيومز يو، غنيه عن التعريف، اولمبيا وايدول. حلو قوي دي، حلو، طلعها يا باشا، صور ايده اللي صور يا باشا. بس خلاص، الشغل الاخير ده تشكيله روعه، تشكيله تحفه، تستاهل انك تيجي دلوقتي بسرعه ليلي سنتر وتشوفيها بنفسك، وتلحقي قبل ما الكميات دي تتنسف في اوردرات وطلبات العرايس لشهر 1 وشهر 2.